اندروميدا، المشكل اللي كلشي تيعاني منه والتحد ما تعطيك ليه الحل. في الاخر ديال هذا الفيديو غادي نعطيك ورك بوك اللي خدا لي يومين ديال الخدمه فابور، واللي غادي يديك من الزيرو باش تلقى حل لهذا المشكل ديال الكوست اللي ولا طالع. ولكن قبل خصنا نعرفوا اش وعلاش قبل ما نعرفوا كيفاش. اول ارتيكل خرج من عند ميتا كان في 2 ديسمبر 2024، بمعنى الخدمه على هذا الشيء داز عليها عام، ماشي شي حاجه اللي جديده. هذا الارتيكل دوا على بزاف ديال الحوايج، ولكن اهم حاجه عندنا حنا هو هذا الباراغراف. هنا تقول لك ميتا بانه الهدف من اندروميدا هي انها تسهل الانتيغراسيون ديال الاي اي في الاوبتيميزاسيون والبيرسوناليزاسيون ديال الادز. واهم كلمه في وسط هذا الشيء كله هي امبروف ريتيرن اون اد سبيند، بمعنى تحسن العائد على الاشهار. واجي نقول لك انا اش اللي ميتا ما كتقولكش. هنا عندنا التطور ديال اليوزرز فيسبوك، وهنا ميتا يعني كاع لي بلاتفورم ديالها من 2008 حتى 2024. ولاحظ معايا في هذا الاخر التطور غادي وتيقل. دابا ميتا عندها جراف داير بحال هكا فيه العدد ديال اليوزرز كان تيتزاد بزاف ودابا قلال، ولكن في نفس الوقت الماركترز يعني الناس اللي تيديروا الاشهار العدد ديالهم باقي تيتزاد. هنا غادي نرجعوا للبدايات تاع قانون العرض والطلب. العدد ديال الناس هو العدد ديال الناس اللي تيقلبوا على هذوك الناس غادي تيتزاد. في نفس الوقت وركز معايا مزيان، اعتبر بانه هادو هما الناس اللي كدير لهم انت الاشهار. الا جينا عندك الكليك ثرو ريت، الناس اللي كيكليكوا عندك في وسط من الاشهار، نقولوا بانه عندك 2% اللي هي مزيانه. سينا هادوك الناس اللي من وراها مشاو للاندين بيج، نقولوا 2% اخرين منهم شراو ولاو سيلز. يعني بهذا الحساب هذا خاص 2500 واحد يشوفوا الاشهار تاعك باش واحد منهم يشري. هاد الحسبه ما مسلكاش ميتا. فشنو هو الحل اللي لقات؟ الحل اللي لقات ميتا، جبنا لك اندروميدا، الجوريثم اللي متطور وخدام بالتشيبس ديال انفيديا، واللي عنده الامكانيه يستغل كاع المعلومات اللي جامعينهم على الناس اللي كتار بزاف مع التريتمون ديال لي دوني بالاي اي. فملي كتعطس قبل ما يقول لك اللي حداك رحمك الله كتلقى وصلت المعلومه عنده. بمعنى دابا الا بغينا نلخصوا، ففيسبوك بغات في بلاصه ما خاصك 2500 واحد باش تبيع، بغاتك غير ب 1000 واحد تبيع. وان هادشي لا يعني بانها تنقص لك من السي بي ام، بل انها تحسب عليك لوبتيميزاسيون. دابا السؤال هو فين كاين الغلط؟ والجواب الغلط كاين فيك. اسمح لي انت غزال انت زوين. الغلط سيدي كاين بانه هاد اندروميدا ملي جات بغات تبيرسوناليزي ما لقات ما تبيرسوناليزي. فالمشكل واحد هو التعامل ديالك مع الكرياتيف. الغلط كاين بانه بزاف تاع الناس تيشدوا نفس الادز وتيدوبليكيوها. كاين بان كلشي يظن بانه راه خدام مع بيرسونا وحده، يعني كليان مختلفين تيتعامل معاهم بنفس الطريقه. كتلقى الناس بانه للاسف ما تيخدموش بانجلز مختلفين، كتلقاهم تيجمعوا الفيتشرز كاملون بينيفيتس كاملون كيدويو عليهم في نفس الفيديو، خدام بستيل واحد ديال الادز. وباش نرجعوا للمثال ديالنا ديال قبيله ديال 2500 واحد، فميتا بغاتك بانك تشد هذوك ال 2500 وما تتعاملش معاهم بنفس الطريقه. بغات بانه 500 تعمل معاهم بشكل، 300 تعمل معاهم بشكل، 200 يكون عندهم حاجه اخرى. فهاد الحوايج هادو غادي يخليوك بانه بلاصه ما تخرج سيل وحده من هاد الشيء كامله يقدر تخرج 3، يقدر تخرج 4، والساعه ب5 جنيه هو السبب تحسب. المشكل الثاني والذي لا يقل اهميه هو التعامل ديالك مع الستركتور. ما يمكنش تشد كومبين وحده وتبدا كدير لها دوبليكيت وعند راسك راك خدام كدير كومبينز مختلفين. خاصك في الكونت ديالك على الاقل يكون عندك 3 ديال الكومبينز، وحده ديال التيست فيها الكرياتيف لي زونغل ولي زوديونس، وحده ديال السكيلين اللي كتشد فيها داكشي اللي خدام من هنا وكتحطو هنا، والثالثه ديال الريتارجيتين. اللي عرفتي شنو هو الريتارجيتين ياك؟ عرفتي اعاده الاستهداف. اجي فين غادي؟ هاك هاد الورك بوك دي معاك، غادي يمشي معاك خطوه بخطوه باش تلقى بيرسونا جداد، غادي يسهل عليك تلقى اونغل جداد، غادي يخدم معاك باش تلقى كرياتيف بستيلات جداد. ومن ورا هادشي كامل غادي يعاونك باش انك تحط هادشي في وسط من ستركتور كيف ما قلنا فابور سيدي وبالدارجه. بحال هاد اللعيبات الناس يبيعوهم بفلوس، قول يلا يرحم والديي، وياك تكون اناني. ايمي كومونتي وبارطاجي باش تعمل فائده.